كدوي تما هذوك الحقاد اللي حدانا هاد الفلبين هادو اللي هنا ولا الاخرين اللي لهيه تيقول لك واش نتوما قابلين احنا قابلين هو قابلين بها واش احسن من هذوك ديالكم. فين غادي؟ فين هو غادي؟ غادي في الخسران حمادي. مصر والجزائر عطاو للسنغال مهله 3 ايام باش تقدم شكوى المحكمه للطاس ولا غيتكلفوا هما نيت. اجل رسميا السنغال تطعن في قرار الكاف امام الطاس يا اخوان ديالي. تذهب الى الطاس المحكمه الدوليه الرياضيه الدوليه لان لحد الساعه ليس هناك تقديم رسمي من قبل السنغال. ما فرص البلدين يعني في ان ينتصر احدهما على الاخر؟ ما هي قراءتك؟ أنا في تقديري هو بلا شك ستلجأ الجزائر إلى محكمة التحكيم الرياضي. إلى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان انتصارا تاس، وكذلك السنغال عذرا. ايوا سيدنا السنغال دفعات الدوسي للطاس. طاس شدات قال لك اليوم رسميا الدوسي من عند السنغال وقال لك غادي يطعنوا. ما عرفتش واش السنغال ولا الجزائر، المهم السنغال. كوليبالي لاعب الهلال يا اخوان مجهز لوحه لكل لاعب من زملائه في المنتخب السنغال، لوحه كل لاعب صوره له مع كاس افريقيا وقاعد يوزعها عليهم. لاعبين السنغال ما هم معترفين بقرار الاتحاد الافريقي ابدا. اليوم الكاس راه في المملكه المغربيه، الكاس اليوم راه في المغرب. الناس مازال ما امنت عقلها، مازال هاد الهضره ما بقاش تدخل لها لعقلها. اليوم الكاس راه في المغرب. ايوا سيدي قال لك اليوم رئيس الاتحاد السنغالي جا المغرب وجا مع كاس افريقيا والميداليات رجعهم كاملين عطاهم قجع. ايوا القجع قال لي شكرا. قجع ويسول الاخر قال لي سمعت باللي مازال بغات تلتجئوا للطاس. رئيس الاتحاد السنغالي قال لي ايه من حقنا. القجع قال لي شوف قال لي عادي معرف كنعرف شي ناس بلا ما تلتجئوا للطاس. طاس غادي يمشي معاك حتى السنغال من المغرب غيمشي معاك حتى السنغال. قال لي قال لي كيفاش؟ قال لي قال لي الطاس دي معاك. وفي هذا الاطار يعني في اطار سحب السنغال لملفها من الاستئناف، ما بقاتش بغا دير الاستئناف. كتقول لنا هذه الصحيفه نفس المصدر من داخل الاتحاديه السنغاليه تحدث اليهم وقال لهم بان احد وزراء الحكومه حاول توريط الرئيس ديال البلاد في هذه القضيه من خلال دفعه الى تبني موقف متشدد. وقال لكم القجع كاس افريقيا ترجع وبغيتو ما بغيتو شغلكم. عمي القجع حملتينا الجزائر وحملتينا مصر. هما دوك الصحافه ديال الشحاتين وديال الطعراجين هما اللي بقاو فيا تيتسناو شنو غدير الطاس مع السنغال. محكمة الطاس تجمد قرار الكاف بمنح كأس افريقيا للمغرب. ربحتوا لعيب باطل وعايرتونا باطل وضيعتوا داك الخيط الاصفر باطل ورايحين تخيطوا في التريكويات وفرحانين. او هاكم غير هكا باش ديروها سطوري وتروح. اول مره في حياتي نشوف منتخب دي كوب دافريك في 24 ساعه. وزيتوا رحتوا هذاك القجع قعدتوا تدعوا له ربي يخليك وانت راجل. واحد من كوكب لالا. اعلنت الان منصه نتفليكس بشكل رسمي عن اصدار وثائقي ضخم يوثق للكان ديال 2025 بحيث انه سيوثق جميع الاحداث والتفاصيل. طبعا هذا الامر كنا هضرنا عليه من قبل لكن دابا الان الاعلان الرسمي صافي غتلقوه. سبحان الله الجزائر قعدت 4 سنين تحارب علشان موضوع ماتش الكاميرون اللي خرجهم من كاس العالم في قطر، ومصر سنه 94 طلعت بطوبه قدام زيمبابوي وتعادل ماتش في قمه الظلم. المغرب بقى ماشيه معاها بمنتهى السهوله وتقول لنا عيسى حياته. دوم كنا نقولها والان العالم يتاكد بنفسه علاقتنا باشقائنا المغاربه مش شعارات ولا اصوات في السوشيال ميديا بل كنا نشوفها على ارض الواقع، واليوم الصوره وضحت. اخبار في راسكم مزيانه هذه. غتقول لي لا وكذا، لا راه مزيانه لينا لان هذا الشيء غيخلي القانون الا مشات الطاس حكمات غيخلي القانون 52 غيخدم، ما غتشاركش السنغال كاس افريقيا الجايه. وكاين بزاف الحوايج اللي غادي يتناقشوا وغادي يدفعهم المغرب، لان المغرب باغي ندوزو للطاس حيت غيزيد يغرق السنغال والاتباع ديالها. يا دخلت وتاكدت، دخلت لو سيت ديال الطاس يا الكاس يا اخوان ديال كور اوف اربيترال دو فور سبور يا اخوان ديال يا التريبونال اربيترال دو سبور،
وغادي تشوفوا معايا الكومونيكي ديالهم. وكما كتعرفوا هذا التريبيونال هذا اربيترال دو سبور اي اون اورغانيزاسيون انديبوندونت يا اخوان ديالي. دابا راه ما عندك الاخبار الزائفه غيخرجوا ثاني الناس اللي كتعرفوا، الناس من الجزائر وناس اولا بعض الناس من المصريين كل نهار تسمع الخبر، كل نهار تبان لك خبر جديد. وبطبيعه الحال هذه الفيفا راه ماشي لاكاف، الفيفا علنات انها كلما دارت شي تاريخ ديال شي جلسه او لا استدعت الاطراف من اجل يعني باش تسولهم وتطرح الاسئله عليهم، فاكيد انها غتبلغ الاعلام الدولي بالجديد. بارك الله فيك يا مسيو القجع، كانوا عليك 10 وانت وحدك، والحمد لله جبت العز للمغاربه، الحمد لله خدمت بصمت وجبت العز بصمت، وخليهم وباقيين ينبحوا وخليهم ينبحوا. عياو خلصوا البنيارات، خلصوا المنيارات، طردقوا فلوس صحيحه وما داو غير ما داو والو. هذوك وهذوك وهذوك ومنهم بزاف. الحمد لله الكاس ولا الحلم ديالهم المغرب ما يديش الكاس، واخا نخلصوا عليه البنيارات نخلصوا عليه المنيارات وما يديش المغرب. الحمد لله لقجع وحده وجاب العز ورد الكاس قال لهم هذو رزقنا. هاد الجوجات هادو بقى فيهم الحال علاش هاد السبع زاد النجمه الثانيه في صدرهم، مع العلم على ان هاد الجوجات هادو ما عندهم حتى شي علاقه بالامر. الامر بين المغرب والكاف والسنغال، ولكن الجزائر ومصر مساكين خصهم يدخلوا في اي حاجه، خصهم اي حاجه يبانوا طوب. ها هي مصر بقات كطير حتى دارت الكرش، ها هي الجزائر بقات كطير حتى دارت الكش. والكاس والميداليات وصلوا للمغرب، وغيكون الحفل في الويكاند او في الويكاند الجاي ديال تتويج المنتخب المغربي. واللي بقى فيا اصلا وغادي يبقاو يتسناو شنو غادي دير الطاس هما الطعراجين والشحاتين. قرار سحب اللقب من السنغال ويعطاه للمغرب. قاعد يوزع عليهم اللوحه وكل اللاعبين مبسوطين وقاعدين يضحكوا وامورهم تمام. اللاعبين المنتخب السنغالي صاملين، احنا ابطال كاس افريقيا، ما هم راضيين يقتنعوا. اللقب خلاص راح للمغرب. صح الاتحاد السنغالي مقدم استئناف وكذا، لكن خلاص لا صاملين. حيث قام الرئيس باصدار بيان رسمي يندد فيه بقرار لجنه الاستئناف مع توجيه تعليماته لوزير الرياضه للاشراف على مسار الطعون في خطوه اعتبرها مستشاره محاولة لإقحام المؤسسة الرئاسية في نزاع رياضي معقد. وتضيف ذات المصادر أن هذا التوجه قوبل بتحفظ داخل دوائر مقربة من الرئاسة، خاصة بعد الاطلاع على خلاصات الخبراء التي حذرت من مخاطر فتح الملف أمام هيئة التحكيم الدولية. طالع يقول لك المحكمة الرياضية جمدت الكأس، ولقجع اللي بتدعوا له ربنا يخليك وربنا يبارك لك وجبت لنا حقنا، قال لك ما فيش الكلام ده وما فيش كأس ولا في أي حاجة. المهم إن الخبر ده يعني جاي من جريدة الشروق الجزائرية، جريدة الكذب، جريدة الشائعات، جريدة الكلام السيء عن المغرب. دابا غيطلقوه. اش غيوثق هذا الوثائق؟ غيوثق اولا المسار ديال المنتخب المغربي من البدايه، من صفاره البدايه ديال المباراه الاولى الى المباراه النهائيه، والاحداث التي صاحبت هذه التظاهره الى مرورا او وصولا الى سرقه الكاس من المغرب. اش قالوا عليه المسؤولين ديال نتفليكس؟ اسمع اش قالوا. قال لك ان هذا الوثائقي سيحقق اكبر نسبه من المشاهدات في التاريخ وسيحطم الارقام القياسيه. هذا حق كبير، ربي قال لهم هذا حق المغاربه، هذا حق المغاربه، ما كانش الظلم، لا للظلم، ما تجيش ضد الله. هذا ربي كتبوا للمغاربه، المغاربه لعبوا مساكين ووصلوا عرق وتقاتلوا، وتجي نتايا تميزي عليه انت وانت بعد الدول اللي كانوا تعرف شي ولا خسروا البنيارات وما داو غير وسيهم القجع وسطهم جبت. السبع ديالنا رجل يقاس بملايين الرجال عند هادو، بملايين الرجال عند هادو. تجمعوا رجالتكم كاملين، الدوله كامل تجمعوا رجالتكم كاملين وطح لهم، ما يعطيوكمش الصباع الصغير ديال السي القجع، لانه مغربي حر، رجل ونص ويحب عمله وكيموت على بلاده. الصحافه ديالهم تسنى الطاس شنو غادي دير، وبقاو تسناو الطاس شنو غادي دير، حيث قد يتم التطرق بشكل مفصل الى وقائع الانسحاب من المباراه النهائيه وما رافقها من شبهات تدخلات غير رياضيه. المهم باختصار اخواننا الكرام، قال لك اودي الاشكال اللي كاين اليوم داخل السنغال هما ان البعض ورطوا الرئيس في هذا النزاع. فوالا هي الكومونيكي دو بريس كيما راكم تشوفوا ان انجليش، هذه ان فرنش ان انجليش.
هذه بالفرنساويه الطاس اوريجيستر ان ابل دو لا فيديراسيون سينيغاليز دو فوتبول لو 25 غادي نشوفوا غادي درك غادي نوري لكم على البي دي اف وغادي تشوفوا هنا باللونجلي كاس اوريجيستر ابل باي سينيغاليز فوتبول فوالا. منكم لسه هنشوف. مش قلت لك ان فوز المغرب بالبطوله الافريقيه عامل ليهم تعب وزعل وغضب؟ مش قلت لك هتشوف كتير جدا طالعين ياكلوا في نفسهم ومش متحملين؟ بص ما بيصدقوا لو اي خبر ان المغرب خلاص القرار ده اتلغى. اي حد ينزل اي خبر دلوقتي يقول لك بس الخبر ده صحيح. تعرف شنو هي الكلمه؟ نتفليكس دابا هاد الوثائق اللي غيدير، يعني هاد الضجه اللي دارت السنغال ودفعها الجزائر قدمت لنا واحد الخدمه جليله. راه نتفليكس راه كل ما كانش المغرب اصبح معادله صعبه من بعد ما حققه في المونديال ديال قطر، راه ما كانش نتفليكس تدخل مع هادشي كامل على ما بان على المغرب. ما دارش مع الكوت ديفوار ديك المره، ما دارتهاش. والنسخه المقبله شوف تلعب شويه دير في اوغندا وطنزانيا وكذا، والله لا دارتها. والله تفرجوا نتفليكس طبعا المنصه ربحيه، خسر ربح وخسر نسبه المشاهدات، وعارف المغرب باش تهضر على ان المغرب حقق ثوره صناعيه وحقق ثوره بنيويه وغير ذلك في جميع المجالات الحمد لله. اليوم يا المغاربه راكم فرحانين، اليوم فرحه على فرحه، كل مدينه دير حفله، وجده اليوم غادي تكون مقلوبه، اليوم حفله غادي تكون كبيره، وجده كازا الرباط طنجه كلشي غادي يكون ناشط، وكاين واحد الفئه غادي تكون غضبانه وزعفانه وقنطانه وغادي يمرضوا وغادي كاين بزاف، ماشي غير وحده، ماشي غير دوله وحده، كاين واحد 3 ولا 2. هادوك رانا عرجي ولا هادوك السكر غادي يطلع، غادي تعرف شي ولا غادي يبقاو يضربوا لهم ليبياني في عقلهم. والرئيس بان كيميل للاتحاديه السنغاليه. دابا قال لك الا مشى تخسروا في الطاس صوره الرئيس ستهتز داخل السنغال. جريدة الشروق الجزائرية اللي هي عمرها أصلا ما نزلت خبر صحيح على المغرب، نزلت الخبر ده. المصريين مسكوا في الخبر، والجزائريين مسكوا في الخبر، والحاقدين مسكوا في الخبر، والشامتين مسكوا في الخبر، واللي في قلبهم سواد وكراهية. الإشكال هنا هو أن غادي تكشف كيفاش سرقات الكأس. غتركز جاتها واحد الوجبة دسمة الآن باش تركز على حدث اللي هو بارز وخطير، ألا هو سرقة الكأس من المغرب والاحتيال والكولسة والمؤامرة اللي تعرض لها المغرب. المغرب والكاف عندهم مدة 20 يوم باش يحطوا الدفعات ديالهم الا كانوا بغاو يحطوا شي ملف ويدافعوا على الملف ديالهم، واكيد المغرب ما غاديش كنعرفوا القجع وكنعرفوا الإدارة المغربية كيفاش كتصرف في هذا المجال اللي كنطلبوا الله عز وجل. وكما قالوا الناس ديال الطاس باللي غيحاولوا ما امكن انهم ينهيوا هذا الملف هذا في اقرب وقت ممكن.